عندما نتحدث عن سحر الترفيه بكل أنواعه وعن جزيرة يقال عنها أنها من أرض العجائب، فإننا نقصد جزيرة ياس في أبو ظبي، التي تضم في جنباتها العديد من المعالم التي تحاكي الخيال. فبدءا من فنادق ياس العالمية وحلبة ياس لسباق الفورمولا 1 إلى جانب مدينة عالم فيراري، إضافة إلى ملاعب الجولف ومرسى ياس لليخوت. يبدأ هنا العد التنازلي لافتتاح وجهة سياحية تعد الفريدة من نوعها في المنطقة، وهي مدينة ياس ووتر وورد أبو ظبي، التي تقع على الجهة المقابلة لمدينة فيراري الترفيهية في جزيرة ياس، والتي يتم حاليا إجراء التجارب النهائية على جميع الألعاب المائية التي تحويها المدينة، كأسرع وأكبر لعبة إعصار بقوة هيدرومغناطيسية ليولو، وأول إفعوانية في العالم تضم مؤثرات مائية صوتية وأضواء ليزر في العالم، بالإضافة إلى أطول إفعوانية مائية في الشرق الأوسط، ناهيك عن العديد من الألعاب المائية الترفيهية في المدينة، والتي أخذت من الأسماء الإماراتية عنوانا لها لتتيح متعة الترفيه للصغار والكبار. فكرة المدينة المائية مستوحاة من ثقافة دولة الإمارات وإرثها العريق في مجال الغوص وصيد اللؤلؤ، وعلى إثرها يبدأ مرتادو الحديقة المائية مغامراتهم في مشهد تراثي ومبان تأخذك لعبق الماضي ببراعة الحاضر. مدينة ياس ووتر وورد أبو ظبي تمتد على مساحة 15 هكتارا، وتحوي 43 لعبة ومنزلقا مائيا ترفيهيا. تبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من 7000 شخص في آن واحد، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 225 درهما للشخص الواحد، فيما ستكون مجانية للأطفال دون 3 سنوات. ستفتح المدينة أبوابها من الساعة 10 صباحا وحتى 6 مساء طوال أيام السنة، والمطور الرئيس للمشروع هي شركة الدار العقارية. مدينة ياس ووتر وورد أبو ظبي منتجع سياحي ومردود اقتصادي سيكون الأبرز في المنطقة من مشروع يتوقع أن يجذب آلاف الزوار، لما يحويه على مرافق وخدمات ترفيهية متعددة ومحال تجارية تأخذك إلى الماضي في تصميم يمنح مرتادي مدينة ياس المائية تجربة لا تمحى من ذاكرتهم. في 24 من الشهر الجاري الكل مدعو إلى المتعة والإثارة والتشويق هنا في حديقة مدينة ياس ووتر وورد أبو ظبي، حيث المغامرات المائية العالمية بروح إماراتية. حامد رعاب، قناة أبو ظبي، مدينة ياس ووتر وورد أبو ظبي.